صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا في الهنا وفي الخير. طليت عليكم بهاد الفواكه المشكله. الله يحلي ايامكم وايامنا ان شاء الله. هاد الفواكه اللي راكم تشوفوا فيهم درتهم بالكاوكاو ونجحوا لي ما شاء الله. نروحوا نشوفوا واش نحتاجوا فيهم. نحتاجوا 200 غرام تاع مرقاري، راح نطلعوها مع 150 غرام تاع السكر باش نتحصلوا على كريمه الزبده اللي راح نتجمعوا بها هاد لاجينواز اللي كنت وجدتها معكم المره اللي فاتت في الفيديو السابق. هنا حطيت لها واحد 200 غرام تاع جوز، رحيتو هكا قطع باش هكذا كي تاكلو تحسوا بالبنه ديالو لداخل يجي يعني تحسوا باللي كليتو جوز ماشي غير لاجينواز. نتجمعوها بهذيك كريمه الزبده حتى نتحصلوا على خليط يكون طري مليح مليح باش هكذا تشد لكم مده طويله. سر يعني باش تشد لكم لاجينواز ديالكم لداخل لافاس ديالكم لداخل الحبه، انكم تخلوها طريه بزاف كيما راكم تشوفوا هكذايا. شوفوا شحال قعدت لنا كريمه الزبده، ماشي حاجه، قعدت غير شويه من هذيك 200 غرام. وهنايا لاجينواز درت 400 غرام باش هكذا تعرفوا شحال 400 غرام جينواز. 200 غرام جوز و200 غرام قعدت لنا منها تاع كريمه الزبده، فضلت لنا منها شويه. نوزنوا لي بول ديالنا على وزن 25 غرام، اللي حبت تصغر الحبه دير 23 هكذا. ونروحوا نرحيو الكاوكاو. راح نوريكم كيفاش ترحيو الكاوكاو هذا اللي كنت فورته، وراني درت معكم فيديو كيفاش تفوروا الكاوكاو. الا ما فورتوش ما راحش ينجح لكم في الحلويات هذوما. ناكد لكم ونعاود، الا ما فورتوش الكاوكاو ديالكم سير ما راحش ينجح لكم. واش نديروا هنايا؟ درنا 800 غرام تاع كاوكاو، زدت لها 700 غرام تاع السكر، وراني نرحي. لازم هذوك 700 و 800 تكملوهم مع بعضهم، ما تزيدوش زياده باش ما تجيكمش حلوه تصرع وما تقعدش تذوب لكم كي تكونوا تفرميو فيها. بعد ما رحينا كيلة 2 كيلات كاوكاو بكيلة سكر مسحوق، نغربلوهم هكذايا في الغربال. لازم تغربلوهم باش تنحيو لهم داك الخشين، وهذاك الخشين اللي يقعد تعاودوا ترحيوه بيان سور المره الثانيه هكذا، تخلطوه تعاودوا ترحيوه بهذاك السكر اللي هم عندكم. ما تفوتوش هذيك 700 غرام. دائما ديروا الدوبل تاع الكاوكاو والنص تاعو تاع كيلو ونص تاع السكر ولا كيلو. نرحيوهم هكذا حتى نتحصلوا على ديك البودره هاي ليك غربلناها كامل تحسنا عليها. دوك واش نزيدوا لها لافاني، نديروا مغرفه مليحه تاع لافاني تكون كبيره على جال ريحه الكاوكاو. باش نتخلصوا منها لازم نكثروا لافاني هكذا. ونديروا لاغوم تاع اللوز، عطر اللوز ديروا كميه مليحه تاني هكذا، حوالي مغرفه صغيره باش تروح لكم الريحه. يعني هو ما فيهش الريحه باسكو فورناه ودرنا له القارص وكما شفتوا في الفيديو السابق. نضيفوا عليهم مغرفه كبيره تاع مارغرين ومغرفه كبيره تاع جلوكوز. نحطوا هذوما كامل في الوسط ونشمخوهم بالماء سعيده. ما ديروش ماء من الحنفيه باش هكذا يشد لكم مده طويله. ديروا ماء معدني، نديروا الماء المعدني هكذايا نخلطوا. ما راحش ياخذ لنا بزاف، واحد الفنيجيل تحرحروا هذوك المقادير لهم في الوسط باش يذوبوا لكم ويدخلوا كامل في الكاوكاو هذاك هكذايا. تخلطوهم مليح مليح. نقول لكم تابعوا الفيديو للاخر، فيه تفاصيل مهمه ما تزابيو والو باش هكذا تفهموا مليح مليح. وراح نوري لكم كي جاني جاري واش زدت له لي زاستيس كامل راح نقولهم لكم اليوم في هذا لا فيديو. نتمنى برك يعجبكم، وما تنساوليش الجام والابوني. الناس اللي راهي تشوف فيا جديده مرحبا بكم، ونقول لكم ان شاء الله تعجبكم قناتي وتولوا من المداومين عليها. وعلى بالي بلي حين تولوا من المداومين عليها باسكو راني نمد من قلبي وكاع لي زاستيس نمدهم. نكملوا لا فيديو ديالنا. واش نديروا هنا؟ شويه تاع ملون اصفر باش هكذا نتحصلوا على اللون تاع الفواكه كي تكون يعني الفاكهه ديالنا كامل واش كاين في الدنيا كامل تجي فيها اللون الاصفر. كي تبدا طيب تكون صفراء، من بعد تبدا تتحول للون اللي راح تولي ليه. نديروا غير شويه برك باش هكذا نتحصلوا عليها مايله للحقيقه هكذا. ونقعدوا نتجمعوا سينو هذاك الكولون ذوبوه لداخل الماء باش هكذا يجيكم ما يجوش هكذاك الحبيبات فيه. راني عاودت ذوبت شويه في الماء راني نجمع فيها. شوفوا لاباط تاع الكاوكاو واش الديفو ديالها شغل تتفتت كي ما ديروا لهاش بزاف الماء، وكي ديروا لها بزاف تجي جاريه. انا هنايا جريتها دوك نوري لكم واش درت كاع باش نجحت ليه بهذيك الطريقه وبهذاك الشكل اللي شفتوه في بدايه لا فيديو. جريتها مليح هكذايا ماشي حتى تولي محرحره. جريتها قسمتها على زوج وما نعجنهاش باسكو قد ما تعجنوها تخرج منها الزيت ماشي كيما اللوز. جريتها مليح. ومن بعد كي خدمت الحبات الاولين شفتهم ما تخدموليش شغل يطيحوا ما يوقفوش. رحت رحيت 100 غرام تاع اللوز وزدتها لها. كي زدت لها ديك 100 غرام تاع اللوز ولات ما شاء الله تخدم الحبه واقفه. اون ديغي خدمتوها باللوز مام البنه ديالها ما تبانش.
هنايا نروح واش درنا، قسمت هذيك لاباط على 6 اجزاء، يعني كانت كيلو 600، وانايا قسمتها هذيك الكيلو 600 تقسيم 5 باش تعطيني كاع الحبات نفس شاك موديل تتحصلوا على نفس العدد. هكذا كي قسمتهم دوك كل موديل نديرو في بابي فيلم باش هكذا كي نبدا نخدم ما نغلطش. ومن بعد التلوين راح تشوفوا معايا كيفاش راح نلونوهم، كيفاش راح نشكلوهم ان شاء الله. نوريكم بزاف افكار في هذا الفيديو، تبعوا برك للاخر. عبالي بلي شويه طويل، مي هذه هي فيه شحال من نوع لازم يكون طويل. هكذا كي قسمناهم، شوفوا راني نوزن فيهم، كل وحده درت فيها 320 باش هكذا نتحصل على نفس عدد الحبات في كل موديل. هكذا نقسموهم، ديروا بابي فيلم، لازم تخبوهم في بابي فيلم سينو راح يبس لكم وينشف وتتعذبوا في الخدمه ديالو. نديروا بابي فيلم ونقعدوا نخدموا كل موديل وحده. هذوك لي بولات كنا جمدناهم، درناهم في الفريغو يتجمدوا ليله كامله باش هكذا تجيكم الخدمه سهله وتجي واقفه. دوكا نجيبوهم قدامنا، ما تجيبوش كاع السنيوه، حطوا بالخمس حبات بالموديل، انا درت كل موديل 6 حبات. حطوا 6 حبات قدامكم والاخرين خلوهم في الثلاجه وتجبدوا بشويه. نوزنوا لافارس ديال لاباط داموند ديالنا 47 غرام حتى ل 50 غرام، انا درت 47 جاتني حبه شابه مليحه. هكذا ندخلوا لافارس لداخلها ونبوليوها غير بالعقل. نقول لكم هنا لاستيس واش ديروا باش ما تشقق لكمش، رطبوا غير ابان، يعني ما تعبزوش على هذيك الحبه حتى نخرج لكم الزيت وتجي حرشه. هكذا نجيبوا هاد الكوبات هذه اللي فيها لي طراس تاع القارص، وكما راهي تشوفوا في الصوره راهي توضح. نديروا دوك لي طراس ومن بعد نبداو نقرصوا قرصه، نزيد وحده بالعرض وحده بالطول وحده بالعرض حتى نتحصلوا على الشكل. نقعدوا ندوروا فيها مليح من تنشوفوها مايله للحقيقه. هذاك هو الشيء. هكذا نزيد كورتها مليح فوق هذيك لاكوبات، ولات لي مدوره شابه. هكذا شوفوا نزيد نفصل معاكم اللانجاس، شوف كيفاش تحكموا بلا ما نهضر بزاف. الصوره عفوا ماشي لانجاس، الخوخ، الصوره توضح نفسها بلا ما نهضروا بزاف. هكذا بهذا الشكل، وتحكموا عفسه هكذا ولا موس ولا بظهره ولا، وديروا هذيك الفرقه اللي تجي في الوسط. هكذا هذا الشكل الثاني. نزيدوا نروحوا اللانجاس تحكموا الحبات تبونتيو بصبعتيكم تاع لتحت، تميلوها للتحت وتقعدوا تبونتيو هكذا حتى تجيكم الشكل ديالها مليح. وبعد تبداو تطلعوا للفوق، ترفدوا وتطلعوا بصبعتيكم غير بالعقل هكذا حتى تشوفوا لا فورم ديالكم جات سوا. هكذا يعني حتى تشوفوا الحبه ديالكم ولات مايله للحقيقه باش تحطوها. شوفوا دوكا نديروا حبه تاع التفاح، حبه تاع التفاح نخليوها ترتاح قبل باش هذيك لافارس اللي لداخل تذوب شويه باش هكذا نقدروا نعبزوها. ديروها لداخل هكذا تكون عفسه نقيقيه، وديروها لداخل وتعبزوا بهذاك الاداه اللي شتوني، وتبداو تسقموا فيها بعد ما تنحيوها ما هذاك الفولاغ اللي كان داخلها هكذا حتى تشوفوا الشكل ديالها مال للحقيقه كما قلت لكم. وهنا جات لاسيوس اللي قلت لكم عليها. انا شفت هذوك الحبات ما كانوش يتخدموا لي واقفين. واش درت؟ رحيت 100 غرام تاع لوز بيان سور بالسكر كما وريت لكم. 100 غرام يقابلها كاش 60 70 غرام، 70 غرام تاع السكر. رحيتها وراني نزيد في هذوك اللي بولات اللي خليتهم كامل، راني نزيد لهم باش يولوا مشدودين. شوفوا كيفاش شدت روحها. نكمل كامل الاشكال بنفس الشيء وزيد نوريكم عفسه كيفاش تخدموا هنايا، كيفاش تخدموا الحبه تاع اللانجاس باش تجيكم ليس وتجيكم مشابه. ديروا في كيس بلاستيكي وتقعدوا تجبدوا للفوق هكذا، شغل تجبدوا غير بصبعتيكم برك، ما يعني ما فيها حتى عذاب. تجبدوا برك للفوق حتى تشكل لكم، تنحوها من الساشي زيدوا تفورميوها شويه وين كانت معوجه وهي الحبه واجده. شوفوا يعني استيس مليحه تمتم تسلكوا بها، والمبتدئات راح نتعاونهم بزاف هاد الاستيس. وشوفوا هنا كيفاش جات لي واقفه كي زدت لها داك اللوز، يعني فريمون جاتك الشغل راهي مخدومه باللوز ماشي بالكاوكاو. نفس الشيء الحبه الثانيه نزيدو نشكل معكم حبه ثانيه باش الا كانت تطلق لكم الزيت. شوفوا انا كنطلق لي الزيت، شتو الكاوكاو شويه صامت ماشي كيما اللوز. خدمت بالكيس بلاستيكي ساعدني بزاف. شوفوا هكذا نبلاطيها ندير لافاس لداخلها ونفورمي الحبه ديالي يعني ببساطه بهذا الشكل. هكذا نزيد نعاود نرجعها للكيس بلاستيكي اللي سيها لداخله
ونشكل الشكل اللي راني حباته. اي فاكهه بالكيس هدايا تقدروا تشكلوا. شوفوا هنايا حنزيد نشكل معكم الحبه تاع اللانجاس، الحبه تاع الرمان عفوا. هكذا تجبدوا لها فمها غير للفوق، غير شويه باك تجعدوها غير شويه، تحصلوا هذاك الفوقاني هكذاك شغل تحسوه شويه طلع، باش هكذا تقدروا تفورميو الحبه تاع الرمان عفوا تلفت لي الرمانه. هكذا نجيبوا هاد الاداه دوكا بعد ما نسويو كامل نحو لي ديفو، نجيبوا هاد الاداه نثقبوا بها ونقطعوا 5 تقطيعات على حسب هذيك لا فورم اللي راهي في هذيك الاداه اللي درنا بها. ومن بعد نبلاطيهم هكذا، بلاطيهم كامل وبوانتيو شغل على شكل الزهره تاع حبه الرمان بهذا الشكل. ان شاء الله تكون واضحه الصوره وتكونوا فهمتوني. راني مسرعه شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف، رجال راهي فيه مده طويله باش شرحت لكم كامل هذو الفواكه، راهي مده طويله. هكذا ونسقمهم بعد نسويو كامل واش تعود جنا نسويوه ونتحصلوا على حبه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الشكل خرج هايل، خرجوا بالشن والطبع، شفتوهم في بدايه لا فيديو يعني ما شاء الله. هادو كانوا تاع فيونساي يعني خرجوا طوب. دوكا هنا التلوين واش درت الكولورون داخل القرعه، زدت له شويه ما. هاد القرعه شريتها ما عند اللي يعمر قرعه تاع الريحه يبيعهم لك فارغين هكاك نقيقين ما فيهمش الريحه. وراني نلون هنايا كامل الفواكه نزيد لهم كيما القارص كيما اللانجاس ندير له غير جهه، التفاح نخليه يطرش برك من البعيد، ومن بعد نزيدو الملون الاخضر نزيدو لمسه هكذا من الفوق للقارص، ديروا له غير جهه واحده باش يجي على الشكل حقيقي هكذا كما راكم تشوفوا. وهذاك اللانجاس راه يطرش من البعيد، ياخذ الاصفر ياخذ الاخضر هكذا هو والتفاح، باسكو ما يجيش فيهم باين بزاف الاخضر والاصفر. وهنا الرمان تاني نفس الشيء، نلونو له شويه بالخضر هكا رشات خفاف، ومن بعد نزيدو بالاحمر. كامل الملونات هذوما تاع هذوك فريكتا تاع كنز ميل الباطا، درت شويه مغيرفه هكا لداخل القرعه وراني نلون بيهم. هكذا نزيدو الخوخ نفس الشيء نلونوه، والتفاح دائما نحطوه من البعيد باش هكا ياخذ غير التطراش هذاك برك، ما يجيش فيه الالوان بزاف. التفاح يجي هكا موشتي شغل بين الاخضر والاصفر والاحمر هكذايا. دوكا نروحوا للخوخ نتاني نديروا له نفس الشيء. من بعد الخوخ راح نزيدوا له تلوين واحد اخر، نديروا هكا نطرشوه كامل ومن بعد نزيدوا له تلوين واحد اخر باش يجي فونسي كيما شفتوا الخوخ يجي فونسي. نديروا الكولور نشمخو غير بقطيره ما ونجوزوه بالبانسو. من بعد نديروا له الفارينه هكا نرشوها من الفوق، نخلوها حتى تشرب حوالي 2 سوايع وننفضوها وراح نتحصلوا على الشكل يعني اللي نحبوه. وهنايا جبت الكاكاو درت له شويه ماء وجبت بغوصادون تكون جديده بيان سور، رشيت هكذاك رشه خفيفه. وهنايا اللانجاس نديروا له هكا هذيك لاتوش نحكموا هكذا اي عفسه موس ولا تحطوا هذيك لاتوش من الفوق شغل زعما مثقوب. وانا لي كيردون هذوك ماشي لي كيردون عفوا واش يسموهم القطامر هذوك تاع التفاح درتهم بلاصيتهم. وهنا راح نبلاصي الورد كالشكل النهائي. وصلنا لحقنا لنهايه لا فيديو، راح نبلاصيو الورود خلاص. هنا كما قال الواحد يرتاح ويفرح بخدمته. شوفوا كيفاش خرج لي داك الشكل ما شاء الله، يعني متقون ومتحوف ونديري با كامل بالكاوكاو. ان شاء الله نتوما تاني يكون عجبكم. وهاد الورود راح نشارككم كيفاش راح تخدموها ان شاء الله فيديو قادم، وتكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وكانت خفيفه عليكم. يعني اشكال ما شاء الله انا عجبوني فريمون. قولوا لي رايكم في التعليقات وخليكم في الهنا والخير والعقوبه لكم ان شاء الله. هذه كانت كوموند تاع فيونساي، العقوبه لولادكم كامل وربي يكثر الفرح ان شاء الله.